انت تعرف اننا انتصرنا في حرب اكتوبر بسبب الشفره النوبيه؟ والله زي ما بقول لك كده. تعالى بقى احكي لك اصل الحكايه من اولها، وازاي انتصرنا في حرب اكتوبر بسبب الشفره النوبيه. من وقت حرب الاستنزاف سنه 1967 لوقت حرب اكتوبر سنه 1973 الجيش المصري كان بيعاني من مشكله كبيره قوي في الاتصالات. كل ما يبعتوا اشاره لبعض الجيش يسمعها اول حد، بمعنى اصح كانت بتعمل هاكينج على الخطوط المصريه. المشكله دي قعدت وقت طويل قوي مش لاقيين لها حل. اصل هنعمل ايه؟ هنخترع لغه جديده ولا نتكلم بالاشاره؟ لحد ما الرئيس الراحل انور السادات قرر يشوف حل في الموضوع ده، وكلم كل القاده قال لهم اتصرفوا بقى. كل قائد جيش جمع الكتيبه واللواءات والفرق بتوعه وقرروا يشوفوا حل في الاشارات اللي عماله تتسرب دي. طلعوا من المؤتمر وكان قائد اللواء ورئيس الاركان عمالين يتكلموا في الموضوع ده. سمعهم مين؟ سمعهم جندي اسمه احمد ادريس، وخليكم حافظين بقى الاسم ده كويس عشان هو مكمل معانا لاخر الرحله ان شاء الله. الجندي احمد ادريس شاب نوبي عنده 25 سنه من قريه اسمها توماس وعافيه. سمعهم احمد وضحك وقال لهم: وانتم محيرين نفسكم ليه؟ ما تتكلموا بالنوبي، استقبلوا وارسلوا باللغه النوبيه، اهي اللغه لا بتتكتب ولا بتتقرا، بتتنطق بس. وبالمناسبه هي فعلا زمان لا كانت بتتكتب ولا كانت بتتقري، دلوقتي هي بتتكتب وبتتقري. الفكره عجبتهم جدا وقرروا يقولوا لقائد الجيش. قائد الجيش كلم الرئيس السادات وقال له: خلاص انا لقيت لحضرتك الحل، وحكى له على الفكره كلها. والرئيس قال له: اقفل وربع ساعه وهكلمك. وفعلا الرئيس كلمه تاني وقال له: هو مين غيرك انت والشاويش يعرف بالموضوع ده؟ قائد الجيش قال له: مفيش، ده انا والشاويش ورئيس الاركان وقائد اللواء. قعد ضيق يعني. قال له: طب اعتبر بقى ان ده سر حربي ومش عايز اي حد تاني يعرفه، وهات لي بكره الشاويش ده متكلبش. وفعلا صح، الشاويش لقى نفسه بيتكلبش ورايح على بيت الرئيس في الجيزه. بس طول ما هو رايح كان عمال يسال نفسه: هو انا عملت ايه؟ ويا ترى هيتعمل فيا ايه؟ قعد الشاويش احمد مستني الرئيس ساعه ونص وهو ميت من الرعب. واول ما جه الرئيس الشاويش احمد من كتر ما هو بيترعش من الخوف قام مديله التحيه. اتفاجئ برد الرئيس ان هو بيطبطب على كتفه وبيقول له: اقعد يا ابني اقعد. ولما الرئيس شاف قد ايه احمد كان متوتر قعد يهديه كده بالكلام ويحسسه بالألفة. وقام فتح الرئيس معاه موضوع اللغه النوبيه وقال له: فهمني اكتر. شرح له احمد الفكره وقال له: هنجيب جنود نوبيين ونحطهم في كل المحطات ونستقبل ونرسل عن طريقهم. انبهر الرئيس بالفكره وقال له: انا موافق جدا، ما عنديش اي مشكله. خد بالك لو حد من الجيش او حتى بره الجيش عرف الموضوع ده انا هضربك بالنار. بس الشاويش احمد نبه الرئيس لحاجه، قال له: لو فعلا ناوي تجيب جنود نوبيه خلي بالك هاتهم كنوز وفدكه، اصل الاثنين بيتكلموا لغات مختلفه. المهم الرئيس وافق على كلامه وقال له: تقدر تمشي انت دلوقتي. بس احمد قبل ما يمشي كان عنده سؤال الصراحه لازم يساله. طالما حضرتك معجب قوي بالفكره وعايز تنفذها، ايه لازمه انتوا تجيبوني وتكلبشوا بالطريقه دي؟ رد عليه الرئيس وقال له: انت جاي في مهمه سريه، يعني اكيد مش هجيبك يعني بعربيه خاصه وتشرب معايا الشاي، لازم يبقى في خدع عشان ما حدش يعرف حاجه ورا اللقاء ده. وفعلا ماشى احمد، وبقى اي حد بيساله: انت كنت عند الرئيس بتعمل ايه؟ بيقول له: ده الرئيس كان بيسالني على التهجير بتاع 63. وايه اللي حصل فينا وقتها؟ جمع الرئيس السادات 344 جندي نوبي، نصهم فدكه ونص تاني كنوز، ودربهم احسن تدريب ووزعهم على المحطات اللي كان فيها اشارات. ومش بس كده، ده كمان سمى اسامي المحطات الرئيسيه باسامي نوبيه، وبقت المحطه الرئيسيه اسمها اوندي. وقامت الحرب واستخدمنا اللغه، والعدو لا كان عارف يفك الشفره ولا حتى يفهم ايه الطلاسم اللي بتتقال دي. وانتصرنا في الحرب عشان يتسجل اسم الجندي احمد ادريس والشفره النوبيه في التاريخ لوقتنا هذا. وبكده اكون انا خلصت الحلقه. اشوفكم في حلقه ثانيه وحواديت اكتر.